السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نعمل وصفة جديدة بالقناة، هي البوريك السبانخ. معروف بالبوريك التركي، يعني مشهور انه بتركيا اكثر. بيعملوه كل البلاد، يعني بيعملوه بمصر، بيعملوه بسوريا، بيعملوه بالمغرب العربي. المغرب العربي كتير شاطرين بهاي القصص، العجين المورق. فانا هلا رح نعمله. عندي هون سبانخ مثل ما شايفين، عندي اياها من هاي البيبي سبانت، من هاي السبانخ الصغيرة. للمقادير عندي هون للحشوي سبانخ، ليمون، بصل، جبنة فيتا، ورشة فليفلة حمراء مطحونة. بدكن حلوة بدكن حرة، أنا اللي عندي حرة كتير طعمي هيك تعطي طعمة حرارة. وملح طبعا للوصفة للتبلة. أما للعجينة فبدنا 5 كاسات طحينة اللي هن 900 جرام، معلقة بيكنج باودر، ولتوريق العجينة بدنا زيت أبيض حصرا وسمنة مع بعضهم. ننتقل لتطبيق الوصفة. أول شيء رح نعمله هو بدنا نعجن العجينة مشان ترتاح، بعدين نبلش بالحشوة. أول شيء رح حط للعجينة، شوفوا شقد، تقريبا نص معلقة بيكنج باودر، وتقريبا معلقة ونص ملح. نخلطهم، والمي عندنا لازم تكون بحرارة المطبخ. هلا رح بلش فيها اعجنها بايدي، وليكن المي مثل ما قلت لكم بحرارة المطبخ، المفروض ما تكون ساخنة ولا باردة. رح بلش هيك ببوش العجين. وهلا هيك بعد ما وصلت عندنا لهاي المرحلة نحط عليها شوية زيت ننعمها بهذا الشكل. نتركها ترتاح شغلة نص ساعة ما أكثر، يعني إحنا ما بدنا إياها تتخمر. يعني بين ما أخلص شغلات بيتي برجع بشتغلها معكم. هلا مثل ما شايفين أنا ترمت السبانخ بعد ما غسلتها ترمتها. هلا رح رش عليها رشة ملح صغيرة، لأنه أنا عندي هاي الجبنة مالحة مثل ما شايفين كيف أنا تارمتها. فأنا هلا رح أحط عليها عصير الليمون ورشة الملح، وادعكها ببعض منيح. منه بتشرب الليمون ومنه بطالع المي الزايدة اللي بقلبها وأنا ما بدي إياها. بهذا الشكل هيك ندبلها تتبيله، يعني مشان ما ندبلها على النار ندبلها بهاي الطريقه. شايفين؟ شوفوا شو صفيت، شايفين؟ هلا بننزل الجبنه اللي احنا ترمناها، نرش لها فليفله، نخلطها ببعضها، ونشوف بقى كيف بصير ملحها. هلا على هاي الجبنه، مثلكم هاي الجبنه كتير مالحه، فما بيمشي الحال. انا ظبط الملح السبانخ، بعدين حطوا الجبنه، حطوا الجبنه بعدين بنظبط الملح. وهلا هيك بعد ما ارتاح العجين رح انا اقطعه بالحجم اللي انتم بتحبوه. بدكم اياها تطلع عندكم رول طويله كبيره، بدكم اياها تطلع رولات صغيره انتم بتشكلوها مثل ما بدكم تعملوها. ورح غمس كمان ايدي بالزيت ونقطع. انا ما رح كبر القطع العجين. مثل ما شايفين انا هون صارت عندي الحشوه جاهزه. العجينه شايفين كيف قطعتها بهذا الحجم. انتم فيكم تقطعوها اكبر، فيكم تقطعوها اصغر. هلا رح نبدا نرق فيها، نعمل لها المرحله الاولى. نحط هيك شويه زيت، شويه سمنه، بلش فتح العجينه، بنرقها على قد ما بنقدر. الحلو فيها هاي العجينه انه بتنشغل على مراحل، مثل العجينه المورقه اللي انا عاملتها بالقناه، عجينه الفطاير والمضفوره والتمريه موجوده بالقناه اذا حبيتوا تروحوا تشوفوها. هلا هيك شايفين بهذا الشكل، بنرق على قد ما بنقدر. بعدها نطويها بهذا الشكل. بهذا الشكل بنتركها ترتاح. ما شايفين انا هون عندي صينيه دهنتها بالسمنه، حتى بدهن اطرافها، بدهنها كلها تماما بالسمنه. نبدا باللي رقيناهم بالاول. شايفين ما شاء الله قد ما ارتاحت، مجرد ما تضغطوا عليها هيك خلاص تاخذ معكم مثل الراحه صارت. ندهن ايدنا شوي نفردها. شايفين ما شاء الله قد ما مرتاحه، كيف عم تنفرد معي، ما بدها لا شوبك ولا شيء. فردوها قد ما بتنفرد معكم، فردوها. كل ما كانت رقيقه تطلع معكم ومورقه اكثر. وانا بهاي المرحله هلا علقت الفرن على درجه حراره 190 من فوق ومن تحت. شايفين كيف صارت شفافه. هلا بنرش الحشوه. مثل ما قلت لكم الحشوه اذا بتحبوا ترشوها رش، بتحبوا تحطوها بشكل طولي تزبط معكم. ننظف ايدينا مشان ما يلزق عليها من برا. نطوي من هون، شايفين كيف، ومن هون بنبدا نلفها. بيكون شغلي واضح عليكم بهذا الشكل. بنلفها ما بنشد عليها يعني هالقد، مشان احنا ما بدنا يعني ناخدها على الحرب، لا
بدنا اياها تكون مرتاحة مشان تطلع معنا متورقة. على فكرة بتطلع عجينتها لسه اطيب من حشوتها، بتطلع شغلي فاخرة. هلا بالصينية هاي بنلفها هيك بهذا الشكل، ان شاء الله يكون الشغل واضح عليكم. هلا نكمل شغلنا. وهلا مثل ما شايفين هيك كملت عنا الشكل اللي نحنا بدنا نوصل له. هلا بدهنها من فوق هيك كلها بالسمنة. انا هون مخلوط عندي شوي زيت والباقي كله سمني، فبدهنها ومثل ما قلت لكم معلقه الفرن على درجه حراره 190 من فوق ومن تحت. نستودعها هلا بالفرن ونشوفكم بالمرحله اللي بعدها. وهاي نتيجه وصفتنا لليوم. مثل ما شايفين البوريك السبانخ، البوريك محشي سبانخ، يعني شغلي شايفين ما احلاها، ومبين عليكم كيف العجينه مورقه. رح فرجيكم قطعه هلا هي سخنه نار. شوفوا ما شاء الله تشهي. قلت بس صينيتي عم تلف، قصيتها للاسف وطلع ما عم يصور. شايفين ما شاء الله كيف متورقه العجينه، ساخنه نار. رح انتظر عليها شوي حتى نقدر ناكلها. شايفين كيف حشوتها ما شاء الله تشهي القلب. شايفين ما شاء الله. بدي افرجيكم هاي بالصحن، ما بدي كسر هديك فوقها. شوفوا شوفوا ما شاء الله، شايفين تشهي القلب، بتشهي القلب. شوفوا حشوتها يا سلام. جنب هاي الاكله ما بيلبق غير اللبن، وانا هيك اكلي سبحان الله بحبوها اولادي بمنظرها، يعني ما بحبوني كسرها وحطها بصحون وقدمها، بحبوها هيك حطها بصينيتها، وهي فعلا منظرها هيك يعني. فانتوا كلوها بالطريقه اللي انتوا بتشتوها، انتوا بتحبوها، زينوها مثل ما انتوا بدكم. في ناس تدهنها ببيض، انا ما بحب صراحه دهنها ببيض، بحب اخليها بهيك شكلها اللي هي يعني الوانها، لانه هي السمنه لحالها بتعطيها هذا اللون الحلو. فجربوا طريقتي، وان شاء الله اذا هسه عم تشوفونا ما حاطين لايك بدنا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد ونوصل لاكبر عدد ممكن. وعد وصفاتي ما بتعرفوها جربوها ان شاء الله، يا رب جربوها تنال اعجابكم. نادوا عن احنا والاهل بالرحمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.